لو عايزة تغيري في الأكل وتعملي أكلة سهلة وسريعة فالفيديو ده ليكي. هعمل معاكم النهاردة بإذن الله جمبري مسلوق وشوربة سي فود كريمي خطوة بخطوة، وهتطلع ممتازة معاكي بإذن الله من أول مرة، ودايما هيطلبوها منك في البيت. أتمنى ان انتوا تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات، ويلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف الخطوات خطوة بخطوة بطريقة سهلة بإذن الله. هبتدي معاكم اعمل الجمبري. دي بصلايه كبيره مقطعاها حلقات ومتبله بملح وفلفل وكمون. البصل قطعي التقطيعه اللي بتحبيها، مش لازم حلقات. بدعك البصل كويس مع بعضه، وعلشان ياخد من التوابل والتوابل تاخد من طعم البصل، يعني كله يختلط ببعضه، كمان يبقى مفرط كده. وبنزل على الجمبري مغسول كويس ومتشال الحبل الرمل اللي بيكون في الظهر، وبقلب كويس الجمبري مع البصل، اتاكد ان البصل وصل لكل الجمبري اللي موجود. طبعا انا هنا مش فاتحه النار، انا بس بتبل لسه الجمبري. بعصر كمان ليمون وبسيبه كده هو جاهز ان هو نولع عليه. ممكن تركنيه على جنب لغايه لما تعملي شويه حاجات، اوكي، او ان انتي تسويه على طول. هنا انا ولعت عليه النار على نار هاديه وبقلبه وبقعد انطط الحله كده. اول ما لونه يبقى اورنج هو خلاص كده، اديله دقيقتين كمان ويبقى استوى. هنا بعمل الرز، كميه من الزيت، وبحط بصلايه متقطعه مكعبات وبحمرها لغايه ما تبقى لونها بني فاتح، وبحط لها شويه صويا صوص، حاجه بسيطه قوي، وشويه ميه. ولما يعني شويه، يعني اللي هو يعني عارفين بق ميه كده، مش كميه بتاعه الميه اللي بتاعه الرز. وبقى لغايه بس الرز سوري البصل يطلع اللون بتاعه وياخد اللون البني. بنزل بقى بالرز وبتبل ملح وفلفل وكمون، وبشوح الرز في المكان البصل عشان ياخد اللون ده، وبقلبه كويس. وبعد كده بضيف له معلقه صغيره جدا صلصه بتديله مزازه كده حلوه. وبنسوي الرز زي تسويه الرز العاديه بقى خالص. بحط له كميه الميه المناسبه، كوبايه الرز عليها كوبايه ميه، ده رز مصري. هنا بقى هنعمل الشوربه بتاعت السي فود. هنا حطيت زبده، او ممكن تستخدمي سمنه او زيت، يعني الدهون اللي تحبيها. وحطيت بصلايه مبشوره وبشوحها في الزبده. وبعد كده بحط توم، ودي معلقه تقريبا برضو، معلقه توم صغيره. وده ميكس كده سي فود، جمبري على كابوريا على سمك وقواقع. ده جايباه من كيس كده جاهز من فتح الله، غسلته طبعا كويس جدا عشان ما يبقاش فيه رمل ولا حاجه. وبشوح الميكس السي فود ده في البصل والثوم، وبحط له ملح وفلفل وشويه ميه صغيرين، بس كده ياخد من، يعني كاني بطلع طعم البصل والحاجه اللي هي في الحله في الاصل يعني. وبحط بقى بسوي في لبن، تمام. بحط كميه لبن كده تغطي على قد بقى كميه الشوربه اللي انا عايزاها، وبسيبهم يستووا في اللبن ده، تمام. بعد لما خلاص هي قربت تستوي، بحط لها كبشه كده كرفس وعلبة كريمة طبخ، وكده خلاص بديها غلوتين كده وخلاص الشوربة بتكون جاهزة. طلع طعمها خطير، ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، وسهلة وما بتاخدش وقت ابدا يعني. وبكده الاكلة تكون خلصت كلها، متاخدش وقت. اتمنى انها تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. تنسيش لو عجبك الفيديو تعملي لايك وسبسكرايب وتفعلي علامة الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اول باول. اشوفكم باذن الله على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.